السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتي كتعلم جافا وباغي تدخل العالم تاع الباك اند ديفلوبمنت، في هذا الفيديو غادي نعرفكم على سبرينغ بوت فريمورك. سبرينغ بوت هو فريمورك قوي كيخليك تبني ابليكاسيون احترافيه باقل كود وبطريقه منظمه. من بعد هذا الفيديو غادي تولي تفهم علاش سبرينغ بوت هو الاختيار الاول عند بزاف ديال الشركات، خصوصا الشركات الكبار، سيرتو لي كونت انتربريز. دونك غادي نشوفو الكونتنت. عندنا الكونتنت هنا، غادي نبقى نقرا ندير الكونتنت بالانجليزيه، ولكن غادي نبقى نشرح لكم بالدارجه. فوالا عندنا الكونتنت في الاول غادي نشوفو وات از سبرينغ بوت، يعني غادي نشوفو شكون هو سبرينغ بوت. the problem before سبرينغ بوت، يعني البروبليم اللي كاين، المشكل اللي كان قبل سبرينغ بوت. the solution سبرينغ بوت، يعني السوليوشن اللي عطانا سبرينغ بوت هو سوليوشن ديال داك البروبليم اللي كان قبل. دونك what can you build with Spring Boot؟ شنو غادي يمكن لينا نبنيو بسبرينغ بوت؟ how should learn Spring Boot؟ وشكون اللي خاصو يتعلم سبرينغ بوت؟ فوالا. دونك غادي نبداو what is Spring Boot، يعني شنو هو سبرينغ بوت. Voilà, what is Spring Boot? Spring Boot is a Java framework built on top of Spring Framework. Donc Java Spring Boot هو واحد الفريمورك جافا اللي كاين فوق ديال Spring Framework. Voilà, Spring Boot. Its main goal is to help developers build backend applications and REST APIs faster, easiest, and with less configuration. دونك الجوب ديال سبرينغ بوت هو اننا يمكن لي ديفلوبر ولا كيساعدهم باش انهم يبقاو يخدموا دي زابليكاسيون باك اند. كنستعملوا فيهم الريست في الاي بي اي، كنستعملوا فيهم كتكونوا ساهلين فاستر اند ايزيست وساهلين اند ويت ليست كونفيغريشن، ما كتكونش عندنا كونفيغراسيون بزاف بحال سبرينغ فريمورك. فوالا. Spring Boot let you focus on writing business logic, not on a complex setup. يعني Spring Boot الدور ديالو انك كتخدم الميتي، كتخدم باللوجيك ميتي. وبالنسبه للكونفيغراسيون كاين هنا من الكونفيغراسيون اللي كانت في Spring Framework. فوالا. The problem before Spring Boot. The problem before Spring Boot. Donc before Spring Boot working with Spring was not easy, especially for beginners. يعني فاش كنا كنخدمو بسبرينغ فريمورك كان عندنا ماشي ساهل، خصوصا بالنسبه لي بيجنر، كان عندنا بزاف تاع لي كونفيغراسيون. فوالا. write a lot of configuration files، يعني كانت عندنا بزاف تاع الكونفيغراسيون كنديروها في سبرينغ. deal with XML. configure the server manually، يعني كنا كنخدمو باغ اكزومبل كنخدمو بتومكات سيرفر، يعني خاصك انك تانستالي تومكات، و بارفوا خاصك تشوف الفيرسيون. كان البروبليم ديال لي فيرسيون، خاصك تشوف واش الفيرسيون 9 مره الفيرسيون 10 ما كانتش كتكون خدامه لاست فيرجن، كتكون عندك البروبليم تاع الفيرسيون. then spend a lot of time before running the application. واخا كتكون عندنا ديك الساعه واخا كنخدمو في سبرينغ فريمورك، يعني فاش كنرنيو لابليكاسيون كتكون ثقيله بزاف. و بارفوا فاش كنخدمو باغ اكزومبل في سبرينغ فريمورك، فاش كنرانيو لابليكاسيون بارفوا يقدر ما كيخدمش داك التومكات سيرفر. فوالا. سبرينغ بوت. دونك هادو هما لي بروبليم اللي كاينين في سبرينغ. the solution Spring Boot. فوالا لا سوليسيون اللي جات هي Spring Boot. Spring Boot was created to solve all these problems، يعني جا Spring Boot باش يحل لنا كاع هاد لي بروبليم هادو. فوالا. اوتو كونفيغريشن، كاع دوك الكونفيغراسيون اللي كنا كنديرهم في سبرينغ فريمورك كداروا اوتوماتيك. اوتو كونفيغريشن. امبيدد سيرفر، كيكون عندنا داك سيرفر تومكات باغ اكزومبل، عوض انه نبقاو نديرو لا كونفيغراسيون ديالو كيجي مدمج، يعني امبيدد سيرفر. ready to use defaults، يعني ان فوا اننا نبقى نشوفو كنمشيو للبروجي ميفن وكنشوفو دي فيرسيون بارفوا كيكونوا دي فيرسيون انكومباتيبل. دونك هنا كيكون عندنا ready to use defaults. فاست بروجي سيت اب، يعني دغيا كنسيتابيو سبرينغ بوت بروجي. دونك هاد لي فيتور باقي غندير عليهم فيديو خاص بالنسبه لهاد لي فيتور، غادي نديطايي فيهم مزيان. فوالا. Donc so instead of wasting time on configuration, you just run the application and it works. يعني عوض أننا نبقى نضيعو بزاف تاع الوقت في هاد لا configuration، دونك دغيا كنرنيو لابليكاسيون بسبرينغ بوت وكتخدم. فوالا. what can you build with Spring Boot؟ فوالا شنو يمكننا نخدمو بسبرينغ بوت. نصنع مثلا with Spring Boot you can build REST APIs
دونك يقدر نديرو دي REST API backend for web developers, web application backend for web application نقادو دي زابليكاسيون backend, backend for mobile application كنقادو aussi دي زابليكاسيون backend for mobile application, microservice. دونك Spring Boot il est très important pour هو مزيان بالنسبة لي microservice. فوالا enterprise application فوالا كنديرو فيهم des enterprise application يعني des grandes applications. فوالا aussi يمكننا نكريو بيه دي ميكرو سيرفيس في Spring Boot. Voilà. That's why Spring Boot is high used in companies and very in demand in the job market. فوالا هادشي علاش هذا هو الدور تاع Spring Boot. هادشي علاش كتلقى Spring Boot بزاف كيستعملو بزاف تاع لي كومباني خصوصا لي كونط كومباني. و كتستعمل توجور بارفوا كتستعمل توجور مي في الغالب كتستعمل Spring Boot مع Angular. في الغالب فاش كتلقى دي كونط بروجي كتلقى Spring Boot Angular. فوالا حتى انا في المغرب كتستعمل بزاف Spring Boot. فوالا how should learn Spring Boot. دونك شكون اللي خاصو يتعلم Spring Boot. فوالا Spring Boot is perfect if you are a Java beginner يعني مبتدئ في جافا, a computer science student, an inspiring backend developer يعني developer inspiring, someone looking for a professional Java backend career يعني إلا بغيتي تلقى واحد الكارير في Java development. دونك Spring Boot هو واحد الفريمورك اللي très important واعر. فوالا خصوصا هنا Spring Boot كيتستعمل بزاف خصوصا هنا في المغرب و اليو اس اي. اوروبا غالبا كيستعملوا كتستعمل Spring Boot, ولكن لي بي اش بي لي فريمورك بي اش بي كيستعملوا بزاف في اوروبا خصوصا سامفوني ولا رافيل. فوالا learning Spring Boot is a strong investment in your future. فوالا باش تعلم Spring Boot هو واحد الانفستيسمون في الفيوتشر تاعك وفي الكارير ديالك. Voila, if you enjoy this video, don't forget to like and subscribe so you don't miss the next video. دونك إلا عجبك هذا الفيديو دير لايك و سبسكرايب باش انفو نحط الفيديو الجاي ديال Spring Boot اللي غادي نديرو فيه create the first Spring Boot project يوصلك نتا الأول. فوالا دونك هنا create your first Spring Boot project. فوالا and if you have any question leave them in the comments and I will be happy to answer them. دونك إلا عندكم دي كيستيون concernant Spring Boot ولا IT en général دونك ديروهم في الكومنتير ونحاول نجاوب عليهم. et voilà. Thanks for watching. See you. شكرا على المشاهدة. نشوفكم في الفيديو الجاي. Merci pour votre attention. Voilà.